طيب انا دلوقتي يا دكتور اخدت كذا سيشن وتمام، ويعني كان في راحه ما بيني وما بين الدكتور، وفعلا بدات احس ان انا كويس، حاسس ان انا خلاص ما بقتش محتاجه اخد ثيرابي تاني. احساسي ده انا متاكده اهو، انا بقول مش دكتور وبقول لك اكيد غلط. ازاي اقدر احارب الاحساس ده؟ هلا السؤال كتير حلو. كلهم بيجوا وهي يعني عن جد احساسنا انه نحن في عنا مشكله، هيدي لحالها نص العلاج. اني انا اعرف اني انا عندي مشكله، فكل حدا بيطلب مساعده ثيرابي او مساعد اخصائي نفسي. مثل لما انا بروح عند الدكتور فانا واعيه على نفسي اني انا فيني مشكله صحيه او نفسيه، فهذا وعي ومحبه لذاتي، هذا بيطمن. فانا رحت وارتحت وكان في عندي المشكله، والمشكله تحلت، ان كان بالعلاقات، ان كان بعلاقتي مع نفسي، ان كان بالارتباط، المشكله خلصت. طيب وبعدين كمل ولا لا؟ الثيرابيست احيانا بيكون هو رحله نضج، رحله وعي. فالمشاكل خلصت حليناها، لكن رحله الوعي ما بتنتهى. رحله الوعي والسمو بالذات والارتقاء ما بتنتهى. يعني برجع برد بقول انه العباره اللي انا بسمعها من بعض المتعالجين، انا بعتبر السيشن هي مكافاه لنفسي. فهي ماشيه برحله نضج لنفسها، فهي كل ما ارتقت ولقت ثغره ولقت فكره منا احسن شيء وقدرت تتعامل معها بطريقه فيها مصلحتها، فهي عم تقطع رحلة حلوة مع ذاتها، فمستمتعة باكتشافها لذاتها. فهدول الأشخاص اللي بيكفوا. لما بيجي هذا الصوت إنه خلص مشكلة وحليناها، طيب وماذا بعد؟ طب أنا كنت فين وصرت فين؟ طب ليه ما نكمل؟ طب هل أنا عم ارتقى؟ بس طبعا كتير بيحدد قوة المعالج. قوة المعالج اللي كل مرة بيجيب أفكار جديدة. يعني نحن مو جايين نقضيها وقت حكي، لا أبدا. من كلامك أنا بقدر طلع لك نقاط قوة أنت مو شايفتيها، من كلامك بقدر بعطيكي مهارات أنت بتمتلكيها بس مش حاسة فيها، فمنضوي.